العربية دي بتمشي بالورب وبتركن نفسها وبتتشحن أسرع من موبايلك. المشكلة في العربية دي إن هي هتدلعك وممكن ما تعرفش تسوق عربية تانية بعدها. هل تسارع هذه السيارة سريع؟ سريع جدا. بتوصل لسرعة 100 كيلو متر في ثانيتين و7 من الثانية. احنا في جوانزو في الصين، البلد اللي بيتباع فيها أكبر عدد من عربيات الكهرباء في العالم، وكل الشركات بتتنافس عشان تخليها أسهل وأريح ومتطورة أكتر. وعادي جدا إنك تلاقي أتوبيس ماشي من غير سواق أو عربية نظافة ماشية لوحدها. دي الاي ام 5 الجديدة. ريش التكييف ما بتتحركش كده، كل حاجة فيها بالتاتش علشان تكون أسهل. وممكن نخلي العربية هي تسوق لوحدها. في أقل من ربع ساعة بتشحن 500 كيلو، والشحنة الكاملة تمشيك 780 كيلو. ده مش فيلم 4K شغال، دي كده المراية اللي ورا. صورة الكاميرات كلها محسنة بالذكاء الاصطناعي عشان لو الرؤية مش كويسة تشوفها انت احسن في الشاشة. لو عندك اي مشكلة ان انت تركني بظهرك فمفيش اي مشكلة، العربية هتلف لوحدها وتركن لوحدها. وسط البلد في جوانزو تعتبر زحمة جدا، ولكن هنا عندنا فيو جايب ورا وقدام ويمين وشمال، والديسبلاي هنا بيبين كل حاجة حتى لو حد جايب بالعكس زي الموتوسيكل ده. فعندنا فيو 360 درجة واحنا باصين لقدام. وصلنا عند مكان مسدود والعربية واقفة حواليها زحمة ورا، فالرجوع صعب. راجعين دوسه واحده العربيه هي هترجع الشارع كله لوحدها. دي الاي ام 5 الجديده، تقريبا في مصر بقالها شهرين، واعتقد ان انا جديا هبدا افكر ابيع عربيتي.